أعزائي مشاهدي الليلة، رجعنا لكم مرة تانية بنستكمل لقائنا مع ضيوفنا. انضم إلينا الشاعر يسري العرضي، برحب بيك. أيضا برحب بالشاعرة علا محمد فرج، ابنة الشاعر الكبير المرحوم محمد فرج. برحب بيك معايا. برحب بيك يا أستاذ طاهر، برحب بحضرتك معايا. لما يعني بيقولوا ابن الوز عوام، هل فعلا ابن الوز عوام؟ ودايما بتحبي انك تقري، ليه تحب ان انت تقولي قصايد الشاعر الكبير محمد فرج؟ طبعا هو في الحقيقة هو يستاهل كل خير يعني، وانا اتمنى دايما ان شعره يكون دايما منتشر وكويس وباقي يعني على مر الزمان. اتمنى يعني. الحمد لله. اللي دايما بترددوا له او اي قصيدة؟ اسلمت وجهي، بحبها قوي لان هو مخلص لربنا قوي قوي. وما شاء الله يعني بيحب النواحي الدينية جدا ما شاء الله. يا ريت تقولها لنا. ماشي. أسلمت وجهي، أسلمت وجهي للذي رفع السماء بلا عمد، فليس لي بعد الإله من نصير أو سند. هتفت له كل الخلائق أنه فرد صمد، والصمت عبر باقتدار أنه أحد أحد. من أبدع الإنسان في عقل وفي خلق متين؟ من ذا الذي سواه من طين ومن ماء مهين؟ من ذا الذي وهب الحياة بقدرة حفظ الجنين؟ الله ربي الله ربي نسق الأكوان في نسق مكين. يا أيها الروض الجميل، من الذي قد جملك؟ فذاك ذرع يانع وذاك زهر حسنك، والماء من بعد الموات إلى المباهج حولك، وذاك طير صادح رباه إن الملك لك. الله الله جميل. شكرا. جميل. الشاعر يسري العرضي، النهارده كان في وقفه احتجاجيه او تقول انها مظاهرات بتنادي بتطهير القضاء. بتشوفها كشاعر، انت بتشوف هذه المظاهرات ازاي او هذه الوقفات الاحتجاجيه ازاي؟ والله انا بشوف الوقفات دي شغل بلطجه. فهي عاوزه ايه اولا واخيرا؟ ده عاوز شمال، ده عاوز يمين، دي مش اللي دي محتاجه، لا دي مش محتاجه. مفيش استقرار، مش سايبين السيد الرئيس يشوف مثلا مسار البلد عشان احنا نمشي، عشان احنا نخطي خطوه قدام. كل ما نخطي واحده ورا يرجعونا 15. يعني شغل بلطجه. انا مش شايف في الشارع المصري دلوقتي واحد بيخاف على واحد. ازاي حسيت ده؟ ازاي حسيت لما شفت قدام عيني طفل صغير بيتاخد من ايد والدته. ما قدرتش تقول لا، في سلاح. النهارده اي بني ادم دلوقتي ماشي بسلاح. الطفل الصغير عنده 20 سنه وحاطط لي مطوه في جيبه. تخش حاجه عن هذه المواقف؟ كتبت حاجه عن البلطجه. طب يا ريت نسمعها. اسمها بلطجيه. تقول مهما راح اللي راح ومهما تمر السنين، لازم يطلع صباح عن الناس المظلومين. حرام عليكم يا بلطجيه، ما تضيعوش تعب السنين. قلوبكم ليه بقت غبيه؟ ماتت فيها الانسانيه. اللي ماسك بندقيه واللي ماسك كمان سكين. حرام عليكم يا بلطجيه، ذنبه ايه طفل صغير؟ ذنبه ايه طفل صغير تحرموه من حضن امه وتحرموه من حضن ابوه؟ ذنبه ايه طفل صغير؟ ذنبه ايه طفل صغير علشان بايديكوا تقتلوه؟ حرام عليكم يا بلطجيه، كل حلم بنحلمه انتوا تيجوا تهدموه. حرام عليكم يا بلطجيه، مش عاوزين الخير لبلادنا وليه كارهين الخير لولادنا؟ حرام عليكم يا بلطجيه، ما تضيعوش تعب السنين. حرام عليكم يا بلطجيه. الله جميل. دايما ورد عليه الاستاذ طاهر صقر، قال له وانا موجوع وده حصري، انا المصري، انا دايما فريد عصري، تلاقي الضحكه بتغني وانا موجوع. حاسس بالوجع ازاي يا استاذ طاهر؟ زي ما كل مصري حاسس بالوجع.
زي ما كل اب حاسس بالوجع وشايف ان البلد زي ما قال الاستاذ محدش عارف بكره فيه ايه، وشايف ان في قلق، وشايف ان مفيش امن، وناس بتخوفني بتقول لي هيقطعوا عليك الكهرباء في رمضان والدنيا حر وانت صايم، وناس بتقول لي بعد 3 شهور مفيش قمح، وناس بتقول لي مفيش مش عارف ايه، ومفيش حد بيطلع ينفي الكلام ده، ومفيش حد بيطلع يطمن الشعب. دي جهة. الجهة الأخرى اللي بتوجعني أكتر تقاتل المصريين مع بعض. يعني شيء فظيع إنك تجد شباب النهاردة، ناس فوق الكوبري وناس تحت الكوبري، ودول بيحدفوا دول، وناس بتموت وناس بتتعور. أيوة. وده مصري وده مصري. ليه؟ فده اللي وجع القلب. ده السبب الوجع القلب. ده الوجع. اسمع منك ايه تاني حضرتك مجهزه؟ هقول صولة الشعب. قبل ما اقولها ان والدي كان كاتب الشعر ده من سنة 85. يعني سابق عصر. اتفضل. لو أن السلطة بيدي لقتلت القاتل في التو برصاص جزاء وردمت عليه، لرميت السارق في السجن والسجن بلاء وقطعت يدي. لو أن السلطة بيدي لسبقت الريح إلى العدل والسيف مضاء، لهديت الإخوة للشمل والحب إخاء والحقد عداء. فإذا الهجر خيط واهن أطعمت الثمر لأفواه، تعيش الحاضر محرومة عاشت في الماضي مظلومة، ولها نفس ولها قلب ولها عقل ولها هامة، ونسكت للباغي حطاما. لو أن القاتل كان أخي هل كنت أسوف في قتله وأقول أخي؟ لو أن السارق كان بني هل كنت أهدهد راحته وأشير إلى شخص آخر، هذا السارق هذا الجاني هاتان يدان ملوثتان؟ إذن من أين يجيء الغيث؟ إذن من أين يهب الليث؟ إذن من أين يحل النور؟ وكيف نمج فحيح الزور؟ إنصاف الناس حروف النور، وإمام العدل هو المنصور. والشعب الشعب، والشعب الشعب له صولة، وله حتما أكبر جولة، وهو المنتصر على الجاني لو كنت أنا. الله جميل. أشكرك جدا يا أستاذ علا. الله يخليك. حضرتك بتقول أنا عايز أرد عليها بالجرحى، قصيدة الجرحى، ترد تقول إيه؟ القصيدة دي طبعا عملتها كتبتها، برضو بتتكلم عن الجرح، عن الناس اللي البني آدم اللي مش لاقي حقه في الشارع المصري، اللي خرج يقول عن رأيه زيه زي أي مواطن، كل ما يروح مكان ما يلاقيش المكان له وينجرح من أعز الناس ليه. القصيدة دي بتقول: جرح في جرح يساوي كام، ذل وأسوأ من الأيام، المجروح بيعيش مجروح والجارح يرتاح وينام، المجروح على كتفه هموم وماشي يشكي من الأيام، الأيام قاسية قوية، خف يا دنيا الحمل شوية، حب عليكي وحب عليا، لو مش راضية يا دنيا عليا، هاتي يا دنيا كمان وكمان، هاتي يا دنيا كمان أحزان، زيدي يا دنيا في غدرك زيدي، وإيدي نارك في قلبي وإيدي، واحرميني من وليدي، ليه قطعتي يا دنيا إيدي وبتذليني للأيام، جرح في جرح يساوي كام، ذل وأسوأ من الأيام. الله جميل. أستاذ طاهر، أنت مجهز لنا إيه عشان وقت البرنامج قرب للانتهاء؟ اتفضل. يمر اليوم وراه اليوم وانا مربوط بحمل هموم، نفس مقطوع يشد قلوع، ودنيا مشبرة بغيوم، ونفس الليل يشق الويل، انام مرعوب وانا خايف، واتقلب واقوم مفزوع، وفاكر اني متهني، وناس تقتل
وناس تسحل وناس تسرق وتحرقني. مادام كسرت في قيودي وسال الدم على عودي وشارب من البلغ منقوع، نسيت نفسي وتكويني وخدت الطلقة في عيوني. لقيت دجال على بابي بدقنه يقب ويشابي. مدام الفجر بيلالي هشخر والأذان مرفوع. ودي جابها عشان إنقاذ، ودي جابها جدارها إزاز، وبرضه سابوني في الغرقة وقالوا خلاص ماهيش فارقة. وناس بتبعتر الملموم وخلق تلملم الفرقة ما بين الوالي والجربوع. وخرمنا في سفينة نوح وسيبنا إسماعيل مدبوح، ونار قايدة ماهيش باردة بتحرق الخليل في الروح. وموسى والعصا شهدة وتوراته في قلب اللوح. ومريم ستنا الطهرة ماهيش قادرة تبطل نوح. وعيسى الشعب والقدرة في مسبيره الشهيد بيبوح ويسأل انت فين يا يسوع. وده محمد وده الإنسان نبي الله في كل مكان، يشوف ويانا وبيسمع، وقال عايزينه قال يشفع. وهو يئن بالأحزان، ولا مشينا على السنة ولا مشينا على القرآن. خلاص ودينا على بكرة، ما عادش ندامة ولا حسرة. مادام خطينا في الحفرة مفيش سكة لأي رجوع. وضاع حلمي وزاد همي وماشي السكة متغمي. وده حصري أنا المصري، أنا دايما فريد عصري. تلاقي الضحكة بتغني وأنا موجوع، تلاقي الضحكة بتغني وأنا موجوع. علا، انت بتحسي، انا شايف ان انت بتحسي الكلمات وانت بتأديها باحساس عميق جدا. الشعر المفروض يأدي بنفس هذه الطريقه، وفي بعض الشعراء ما بيقدروش يتقنوا ادائهم. انت شايفه دي ازاي؟ والدي اصلا كإلقائه في الشعر كان جميل جدا، غير ان هو كان ملحن وكان مغني برضه وله اغاني وله حاجات جميله. ده اللي مكنه من اداء الشعر. فبعدين انا يعني حباه، يعني حابه الشعر وحابه ازاي اقوله، وبعدين حابه الكلام بتاع بابا الله يرحمه يعني. وكان انسان يعني جميل بكل المعاني. الكلمات اللي انت بتحطها دايما قدامك لا، هو علشان خاطر وضع البلد عامة، ان الناس خلاص ما بقاش عندها امل وعندها يأس. فبقيت انقي شوية حاجات كده. لكن انا كشاعر بابا له دواوين خطيرة وله حاجات جامدة جدا وشعر قوي. طب انا جبت الشعر السهل عشان الامل. انت عايزه تقولي ايه للمواطن يعني عشان الامل؟ عايزه اقول لا قنوط مع الحياة. جميل. دع عنك يأسك واغتنم فرصا جديدة في الحياة. هذه الحياة غنائم، هيا التمس سبل النجاة. كم حطم اليأس القنوط فخر وانهارت قواه. من نام عن طلب العلا حفر المنية في ثراه. وللإرادة راية خفاقة صنع الإله. كن مؤمنا بالله حقا واستقي منه هداه. فالمجد كل المجد لله العظيم في علاه. والرزق فضل الله مكتوب علينا في سماء. فلا حياة لقانت ولا قنوط مع الحياة. الله جميل. المخرجين الأستاذ طارق عبد المقصود وصلاح عامر قالوا وقتك انتهى، بس يا ريت ثواني في القصيدة اللي انت تختم بيها بنختم بها لقائنا. القصيدة ديت لحب الوطن، يا ريت جزء منها بعد إذنك. حاجة بذكر فيها طبعا شباب مصر اللي يخافوا على أولادنا، عشان الجمعة يخافوا على بلدنا. اتفضل. بقول فكري سكانك يا دنيا، فكري سكانك يا دنيا قبل ما ياخدوا آخر قرار. فكروا في دولة عظيمة قدام عينينا كل يوم تنهار. فكروا في طفل رضيع، فكروا في طفل رضيع بيبكي من جوعه طول النهار. فكروا ببنتي جميلة، فكروا ببنتي جميلة شرفها ضاع عز النهار. فكروا في أمي بتبكي، فكروا في أمي بتبكي دمعتها على الخد نار.
فكري سكانك يا دنيا، فكري سكانك يا دنيا قبل ما ياخدوا آخر قرار. فكروا في دولة عظيمة قدام عينينا كل يوم تنهار. فكروا في أب بيصرخ أسرته قدام عينيه بتنهار. فكري سكانك يا دنيا قبل ما ياخدوا آخر قرار. لازم بعد الليل الطويل يطلع على مصر النهار، يطلع على مصر النهار. الله أشكركم جدا. أعزائي مشاهدي الليلة، بالطبع أن المواطن البسيط عمره ما بيفكر في تطهير القضاء أو في أي مشاكل أو أي تلميحات الجبهات السياسية بتحاول تتكلم عنها. المواطن الضعيف عايز يلاقي رغيف، عايز يلاقي بنزين، عايز يلاقي طريق آمن يمشي فيه. أتمنى فعلا أن يلاقي كل الكلام ده خلال الفترة القادمة. في نهاية اللقاء بشكر الشاعر الكبير الأستاذ طاهر صقر وكيل وزارة الثقافة بالمنوفية الأسبق، والشاعر أيضا بشكرك جدا يا أستاذ طاهر. بشكر أيضا الأستاذ يسري العرضي شاعر. بشكر علا محمد فرج ابنة شاعر كبير والشاعرة أيضا الشاعر مرحوم محمد فرج. بشكرك جدا يا مدام علا. وبشكر الملحن الأستاذ علي سعيد. بشكرك جدا. أعزائي مشاهدي الليلة بنشكركم، ولقاء جديد وحلقة جديدة من الليلة. شكرا وإلى اللقاء.